احتج ناشطون سياسيون على الأحداث التي شهدتها سيناء يوم الأحد الماضي بتنظيم وقفة بحي شرق. طالبوا خلالها بضبط المتورطين في الهجوم والقصاص للضحايا. وفي خبر آخر، يواصل عاملون مؤقتون بشركة بتروبل المطالبة بالتثبيت، وهدد العاملون بالتصعيد في حالة استمرار تجاهل إدارة الشركة للمطالب. وفي بورسعيد أيضا شكل وزير التربية والتعليم لجنة لفحص مشكلة قبول الأشقاء بمرحلة رياض الأطفال بالمحافظة بعد تكرار هذه الشكوى من الأهالي. ومن بورسعيد ينضم إلي الصحفي أحمد الجمال. أحمد، ما هي مطالب هذه الوقفة؟ نعم سوزان، عدد من الناشطين السياسيين ببورسعيد مساء أمس أقاموا وقفة احتجاجية أمام مسجد لطفي شبرا بحي الشرق، احتجاجا على ما وصفوه بالإهانة المتكررة للقوات المصرية على الحدود الشرقية بسيناء. استمرت الوقفة أكثر من ساعة وحرق خلالها الناشطون علم إسرائيل ورفعوا لافتات تدين حادث رفح، وطلبوا بالقصاص للشهداء حراس الوطن وتعويض ذويهم معنويا وماديا وفتح تحقيق عاجل وموسع واخطار الشعب بما يجري على أرض الوطن بوضوح وشفافية. طلب أيضا الناشطون من حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية والثورة الثانية توفير الأمن في الداخل والخارج وتعزيز القوات على الحدود، بالإضافة إلى تعديل اتفاقية كامب ديفيد بما يضمن السماح بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة في سيناء وتسليحهم بما يكفي لردع أي محاولات لزعزعة الأمن وخاصة في المنطقة جيم، وفتح ملف سيناء أرض الفيروز كما وصفوها المليئة بالمشكلات وإعادة إعمارها. نعم، أنتقل معك إلى مشكلة العاملين في شركة البترول. ماذا عن هذه المفاوضات لحل أزمة العاملين؟ نعم سوزان، حتى الآن لم تصل أي نتيجة لأي مفاوضات بين العاملين وبين إدارة الشركة، حيث استمر منذ صباح اليوم العمال المؤقتون بشركة بتروبيل بورسعيد في اعتصامهم الذي بدأوه صباح أمس داخل مقر الشركة وفرع الحقل ببور فؤاد لاحتجاجهم على استمرار الإدارة في تجاهل مطلبهم الرئيسي وهو التثبيت أسوة بزملائهم في شركات البترول. ورفض موظف القوى العاملة ببورسعيد الذهاب معهم إلى موقع الاعتصام عقب موافقته على ذلك صباح اليوم، ولكنه تراجع بعدما تلقى مكالمة هاتفية من أحد المسؤولين بالشركة في الوقت الذي منعت فيه الإدارة دخول العمال المؤقتين العائدين من إجازات إلى مقر الشركة. وناشد عمال الشركة المؤقتين وزير البترول على تنفيذ وعده، بضرورة تنفيذ وعده الذي أطلقه منذ فترة، على حد قولهم أنه سوف يثبت كل المؤقتين وسوف لا يكون هناك مجال للواسطة. من ناحية أخرى قال الدكتور رشيد عوض عضو الهيئة العليا للحزب الوسط أنه تدخل لدى وزير البترول السابق عدة مرات لتثبيت العمالة المؤقتة ومحاولة ضرورة وقف تعيين غير أبناء بورسعيد، ولكن ذلك باء بالفشل ولم يستمع له أحد على حد وصفه. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي الصحفي أحمد جمال من بورسعيد.